long distance relationship، يعني بالعربي كده جواز المغتربين. هو بقى مسافر أي بلد عربي، السعودية ولا الإمارات، بلد أوروبي ولا حتى أمريكا وكندا، وعايز لما يجي يتجوز واحدة من بنت بلده عشان تريحه وتونس وحدته في الغربة. فيدخل وسيط يوفق راسين في الحلال، ويوم نازل مصر أسبوعين كده في السريع يعمل الخطوبة ويسافر. هما كام شهر وبالكتير قوي سنة ينزل يكتب الكتاب وياخد العروسة ويسافر فيها. وطبعا في الكام شهر دول التعارف كله كان عبارة عن شوية واتساب شات أو فيديو كولز، وكل الكلام بيبقى عبارة عن رغي وهري، ويمكن أوقات كتير بيبقوا زهقانين ومش لاقيين حاجة يقولوها. وبس كده خلصت الخطوبة، وتسافر العروسة تكتشف الشخص اللي هي اتجوزته ده من أول وجديد، وتحط نفسها قدام الأمر الواقع. وهنا بقى كل واحدة ورزقها. وهنا أنا مش بعيب في أي شخص مغترب، ولكني بعيب في الجواز بالطريقة دي. وفي أي long distance relationship ما فيهاش جدية في التعارف، وسايبين نفسهم للصدفة والمفاجأة. عزيزتي عروسة المستقبل، لو في أي خطوبة أنا بنصح إن أقولك تاخدي وقتك في الخطوبة إنك تتعرفي على خطيبك وعلى أهله والقيم بتاعتهم وعاداتهم وسلوكياتهم وطباعهم، فالخطوبة من شخص مغترب خدي وقتك بزيادة جدا جدا جدا، وركزي جدا على التعارف. ازاي ممكن تتعرفي على شخص انت ما بتشوفهوش؟ لازم تركزي ازاي ممكن تتعرفي على شخص انت شخصيا ما بتقعديش معاه، ما بتشوفيهوش، ما فيش ما بينكم مواقف يومية ممكن تحصل. صدقيني انت محتاجة تركزي قوي في التعرف على شخص انت ما بتشوفيهوش، ولكنك هتعيشي معاه طول حياتك. ولو جه قالك احنا محتاجين نستعجل كتب الكتاب عشان ورق الإقامة وعشان الإجراءات، قوليله احنا دلوقتي بنعمل حاجة أهم بكتير قوي من إجراءات وإقامة، احنا بنتعرف على بعض عشان نشوف إذا كان ينفع نكون مناسبين من بعض ولا لأ. بس كده.